أهداف حزب مصر الخضراء: النهوض بمصر من خلال النهوض بالاقتصاد الأخضر الذي يقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي وكافة الصناعات التي تؤدي إلى تنمية البلاد وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الرقعة الزراعية للبلاد بتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المائية المتاحة. وأنا شخصيا بقناعتي أنا الشخصية بعيد عن كل حاجة بقوة الله وفضله لن يحدث هناك فقر مائي في مصر. وقد قال الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكانوا في آخر أيام مبارك بيقولوا ده رايح يفتتح النهر بتاع المياه الجوفية اللي في الصحراء الغربية، عشان كانوا هم اللي عملوه وزير الري ومبارك، فرايح يفتتحوا النهر بتاع المياه الجوفية اللي ربنا عامله. وعلى أن يكون الأساس في ذلك هو الاعتماد على الشباب والعلماء المصريين والتكنولوجيا الحديثة مع الالتزام بالشروط البيئية والصحية وإنتاج غذاء آمن لكل المصريين. العمل على المساواة التامة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، وتعميق روح الانتماء للوطن وتقديس العمل مهما كان نوعه، فالجميع يعمل من أجل الجميع مع تحقيق العدالة بين أفراد الشعب دون تمييز أو استعلاء حتى يأمن كل فرد على يومه وغده. دي برضو من المشاكل الاجتماعية اللي موجودة عندنا واللي يعني توارثت على مر سنين طويلة: أن أحقر العمل، أن أقول ده مش عارف ابن إيه وده مش عارف بيشتغل إيه، في حين إنه هذا العمل الذي أنا لا أستسيغه لولا ما تم عمله لكنت أنا في ضنك ولا أستطيع أن أعيش حتى بالراجل الشريف اللي بيجي وأنا ما عنديش صرف صحي، بيجي علشان يطهر البيارة اللي عندي، فهذا عمل شريف. لو ما تمش أنا اللي هعيش في الأوبئة وأنا اللي هأصاب بالأمراض. بعد كده نيجي إلى متى هنفضل إحنا عايشين في تحقير الأعمال، في حين إنه سر التقدم لكل الشعوب الأوروبية إن هي العمل للعمل ثم الحياة. يعني أنا ممكن يبقى معايا دكتوراه وبشتغل على سواق تاكسي أو بشتغل في شركة نقل، أنا عايز أعيش، ده اللي هيجيب لي العائد الأعلى. أما العلم فأنا اتعلمته للعلم ولم ودي بقى مشكلتنا النهارده اللي احنا معايشين فيها الشباب ومعايشينه، لأن أنا خرجت شاب لا متعلم ولا مش متعلم واخد معاه شهاده وعايز، وانا سعرت له قبل كده الشهادات الاعداديه بكذا والابتدائيه بكذا والمتوسطه بكذا والجامعه بكذا واللي معاه دكتوراه بكذا. فكانت النتيجه انه كل واحد قاعد عايز يشتغل بالشهاده بتاعته. ليه؟ عشان انا دخلت في دايره تحقير الاعمال. لو هذا الشاب بيشتغل على عربيه تاكسي وجالي اقول انا هجوز بنت السواق، فدي لابد ان تمحى من العادات بتاعتنا. الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي كاساس للنهضه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، والعمل على اعاده صياغه المجتمع بما يحقق الاحترام للمواطن المصري داخل وخارج بلاده. ودي نقطه مهمه جدا، لأن إحنا عندنا طاقات من الباحثين العلماء، وإحنا عمالين نبعت نجيب أحمد زويل ونبعت نجيب الدكتور مصطفى السيد، وإحنا غافلين عن إن لهم تلامذة هنا في مصر
وبيعملوا في المراكز البحثية، واهدرت كل العلم بتاعهم هناك عشان أنا مش قادر هنا في البلد أستفيد منه وأوفر له إمكانيات. عندنا علماء في مركز البحوث الزراعية في مجال النانو تكنولوجي اللي هو أساس شغل، وكانوا تلامذة ومتخرجين على إيد الدكتور مصطفى السيد. ويمكن بدأنا بمبادرة فردية من عالمة جليلة كان عندها إمكانيات في مشروع إنها تنشئ لهذا الباحث الشاب معمل في النانو تكنولوجي اتكلف حوالي 20 مليون جنيه، لكن نتيجة عدم الوعي حتى عند الباحثين زمايله مش قادرين يتواصلوا معاه. هذه التكنولوجيا الحديثة على فكرة على المستقبل تحل كتير جدا من قضايا ومشاكل الزراعة بالنانو تكنولوجي. بس أقول لكم مثالين عشان ما أطولش، عشان تعرفوا إن كل كلمة محطوطة هنا لها مدلول مش جاي من فراغ. النجيل اللي موجود في الملاعب وبيحتاج القص احنا بنستورده من كوريا من عالم شغل النانو تكنولوجي بالطاقة الضوئية وخلى هذا النجيل ما يعلاش فما يحتاجش قص، مع انه زميله قاعد عندي هنا في مصر وانا مش عارف استفيد بيه. انتجوا الرز اللي احنا لما قصرنا الفترة بتاعته بقى ياخد حوالي 4 شهور، خلوه ينتج وانتاجا كاملا وبنفس الجودة وبدون فقد اي صفات في 3 أسابيع بادخال التكنولوجيا النانو تكنولوجيا. الاهتمام بتحقيق الرعاية الصحية لكل المواطنين ووصول الخدمات الصحية لكل فئات الشعب ولا سيما الفلاح حتى ينمو الأطفال في بيئة صحية جيدة ويصبحوا شبابا أكفاء أصحاء قادرين على الإنتاج والرقي بوطنهم. لأننا بنشوف يا جماعة النهاردة بتيجي كلية عسكرية تطلب طلبة الثانوية العامة يتقدم لها آلاف، بتبقى كلية القوات الجوية عايزة 200 ما بيعرفوش يطلعوهم من وسط 35,000 ولا 50,000 متقدمين للكلية الحربية، ما بيعرفوش. ودي نتيجة عدم الاهتمام بصحة المواطن، عدم الاهتمام بنظافة البيئة، أصبح التلوث، ثم بعد كده يلقوا بالأسهل بقى حاجة عندنا في الإعلام وفي المجتمع إن برضه يلبسوها للفلاح، يقول لك المبيدات والفلاح هو اللي بيسيء استخدام المبيدات. كان النهارده بالمناسبة واحد زميلنا في معمل تكنولوجيا متبقيات تحليل المبيدات والعناصر الثقيلة واخدين عينات عشوائية من الأسواق العبور و6 أكتوبر وكل المحاصيل اللي تتخيلوها بما فيها حتى الحبوب الجافة، ولم يجدوا في عينة من العينات ولا عينة اللي فيها المبيدات زادت عن الحدود المسموح بها عالميا. واحنا النهارده عمالين اما ما نلاقيش حاجه خالص نسيب عوادم السيارات ونسيب تلوث الهواء ونسيب القمامه اللي مرميه في الشوارع وبتطلع غازات من البلاستيك اللي طالع وبتطلع اعفان من الفطريات اللي بتنمو، ونمسك في المبيدات وبعدين نقول ايه؟ لا المبيدات المسجله في مصر ده هو الفلاح اللي بيسيء الاستخدام، الفلاح بيسيء الاستخدام عشان يا حبيبي انت ما طلعتلوش جهاز ارشاد يقول له يعمل ايه. رفع كفاءة العمالة والنهوض بالتدريب المهني والفني والحفاظ على حقوق العمال والفلاحين وتحديث الزراعة المصرية بكافة الوسائل التكنولوجية. دي بقى مشكلتنا في الخريجين النهارده لما اتفتحت مصانع الهند للغزل والنسيج بيروحوا يجيبوا عمالة من جنوب شرق آسيا ومن بلادهم. ليه؟ لأن لما بيجي ياخد العامل من عندنا ومرتب عالي لكن ما بيلاقيش عنده التدريب الكافي،
يبقى ودي حقيقة، لأنه إحنا أهمل عندنا منظومة التعليم بالكامل. أصبح النهاردة ما بيطلعوا لي خريجين جامعة يمكن يدوب بيعرف يكتب اسمه بالعافية. فالنهاردة التدريب ده مهم جدا. حقوق العمال كل سببها اللي طلع النهاردة بالاحتجاجات الفئوية والكلام ده، ان مفيش عقد واضح يدي للعامل حقه قدام صاحب المؤسسة، وفي الوقت نفسه يلزم العامل بواجباته تجاه صاحب المؤسسة. يبقى علاقة واضحة وقوية، لا محتاجة بعد كده ان هو يطلع ويحتج ولا يطلع ويقول انا ليا حق مش واخده، ولا يطلع صاحب العمل في ناس كتير جدا يا جماعة قفلت فعلا مصانعها، لأنه لما قامت احتجاجات والكلام ده كله قامت بنوع من برضو خلينا نقول الحرية الزيادة، أدت إلى أنهم كانوا بيحرقوا خطوط الإنتاج. طب أنت بتحرق خطوط الإنتاج صاحب المصنع هيزودك منين؟ العمل على تأمين رؤوس الأموال في إطار تشريع اقتصادي مستقر. مش أنا هعمل قانون وبعد كده عشان أخدم بيه شوية وبعد كده يجي ده اللي بيهرب، وده اللي بيخلي المستثمرين يهربوا، لأنه ما بيلاقوش. دايما المستثمر عشان يجي يستثمر في بلد لازم يتحقق له حاجتين: لازم يبقى في أمن، ولازم يبقى في قضاء قوي ومستقل، علشان لما يحصل أي نوع من الشكوى يبقى يعرف ياخد حقه. إعادة النظر في الخصخصة ودعم مؤسسات القطاع العام بما يؤهلها للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ودي برضو نتيجة إنه الناس واخدة الخصخصة خدتها كده أنا عايز أبيع وخلاص، وطلعت عمالة في سن العطاء. كل اللي عملوا ادوله قرشين اللي هم بتوع المعاش المبكر، وكانت النتيجة ان القرشين راح جاب لهم اي حاجة وخلصوا، وقعد وزود القوى العاطلة في البلد. الاهتمام بتحقيق الرعاية المتكاملة سكان المقابر والعشوائيات حتى يمكن الاستفادة من طاقاتهم المهدرة وتوظيفها في خدمة المجتمع لتحويلها إلى طاقات منتجة، وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة. الأسس اللي بني عليها الحزب: المواطنة هي الأساس في المساواة بين أفراد الشعب، احترام الدستور المصري لأنه الحاكم لكل السلطات والأمين على حقوق المواطنين، احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحريات العامة في أطورها الصحيحة. التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل العام، التأكيد على دور الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتنمية والاستثمار مع تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، التأكيد على أهمية الزراعة والقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري للدولة، تعزيز مساهمة الشباب والمرأة في الحياة العامة، أهمية التفاعل والتكامل الإيجابي مع دول العالم المختلفة بما يحقق صالح الوطن والمواطن المصري في الداخل والخارج، ويدعم التنمية ويدعم الدور الريادي لمصر كدولة محورية في الشرق الأوسط والعالم كافة. أن تتولى المجالس النيابية دورها الرقابي على الحكومة، وعدم الجمع بين عضوية المجالس النيابية والوظائف الحكومية، وأن تتولى الوزارة مسؤولياتها السياسية أمام الشعب. عدم الجمع بين منصب رئيس الجمهورية وعضوية أي حزب من الأحزاب حتى لا يكون هناك تمييز بين الأحزاب إلا في المجالس النيابية التي يأتي بها صندوق الاقتراع. تعظيم دور الأجهزة الرقابية وتفعيلها وإعادة هيكلتها بما يحقق تعظيم دورها في الرقابة مع الحفاظ على استقلالها من أي تبعية. الاعتراف بكافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود ومدونات السلوك الدولية وإعلاء قيم حقوق الإنسان. نبذ التمييز والعنف
سواء على أساس الجنس أو الدين. شكرا لحضراتكم. نعم. بعد هذا الشرح الوافي يعني الإخوة في تعليق بس للحاج محمد برمش. هنسمع هذا التعليق وهنفتح تاني باب المناقشة وهنسمع منه. اتفضل دكتور محمد. دكتور استاذنكم بس في اضافه تعليق بسيط فاتني في كلمه لان الموضوع واللحظه. اتفضل دكتور محمد. اللحظه فارقه جدا. يدار الان في اللجنه التاسيسيه للدستور والعمل بحرفيه على الغاء 50% عمال الفلاحين. فلا بد ان يكون لنا موقف. اولا لا نقبل الا على الاقل بدورتين برلمانيتين، وبشرط ان يسمح لنا ولاخواننا العمال بانشاء احزاب للعمال والفلاحين والغاء كلمه الفئويه، والا سنكون خائنين لضمائرنا امام الله اذ لم نسقط الدستور الذي يحرمنا من هذا الحق ونصوت عليه الاسقاط. ثانيا الان يسابقون الهواء والريح حتى يضمنوا للرئيس ان يظل 4 سنوات ويضعون له ماده في الدستور تجعله يستمر 4 سنوات، لان الدساتير الجديده بتؤسس لافعال جديده، مد الشعب، مد الشورى، محليات، حتى الرئيس. الان هم يسابقون الزمن ليضعوا ماده لحتى يبلغ الرئيس 4 سنوات. واذ لم نكن ندافع عن عرضنا وكرامتنا اذا الغوا 50% عمال الفلاحين، فلا بد ان نستصرخ الهامه والقمم وقبلها العرض والكرامه ان نسقط الدستور حتى ناخذ حقوقنا الدستوريه. اشكركم. دلوقتي في كلمه هيلقيها الدكتور محمد سمير مدير معهد اعداد القاضي. تمام يا فندم؟ اتفضل حضرتك. زينة العالم إلى شاطئ الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فرضي الله عنهم أجمعين. يعني سعادتي كبيرة جدا بأنني يعني أتكلم كلمة على المنصة. فيعني انا اولا بشكر اللي قاموا على هذا الحزب، حزب مصر الخضراء، بس كنت نفسي يبقى حزب مصر الفلاحين، لان مصر كلها فلاحين. مصر مش لعلمكم مش 55%، لا ده احنا 80-90% مصر فلاحين. واللي ملوش واللي ما يعني ملوش اصل هيبقى مش فلاح، هيبقى مش فلاح. كل الفلاحين هم اللي لهم اصول ولهم جذور. دي كان يبقى برضه ان شاء الله مع مصر حزب مصر الخضراء، حزب مصر الفلاحين الاخضر او اي حاجه، بس لازم الفلاحين دي، لاني انا فلاح وانا بعشق الفلاحين. وصدقوني انا عملت دراسه، انا طالع اتكلم كلمتين عشان يعني ان اقول الفلاحين لو اتعمل تنظيم للحزب ده كويس على مستوى كل المحافظات. يعني انا سمعت كلمه من الدكتور خليل بيقول لا ده الجمعيات الزراعيه ويبقى فيها كذا، ما ده فيها ما في مشكله قانونيه، عاوزين يعني يا ريت يبقى في تنظيم في هذا الامر. عملت دراسه وانتم عارفين ان الفلاحين ان الحكومه هي اللي بتعمل لها كل حاجه زمان من 7000 سنه من عشان نبقى دراسات المشروع ونقدوني. الدراسه دي اتعملت على الحرب والسلام. اظن يعني عشان بس ابين قوه الفلاحين ومصدر الفلاحين وخطوره الفلاحين خدت بالك في اي عمل وفي اي موقف من المواقف. والدكتور خليل بيتكلم على جانب الاقتصاد، لا ده يبقى الفلاحين مش هيبقى جانب الاقتصاد، ده هو الجانب السياسي هيبقى هو اللي يتبوأوا الجانب السياسي عشان يقدروا يعملوا الجانب الاقتصادي اللي هو عاوزينه. الدراسه دي عملناها ازاي؟ قلنا كنا بنعمل دراسه عن الحرب والسلام، وبعدين كان فيها الفلاحين، يعني نسبه الفلاحين، وبعدين قالوا لنا الحرب والسلام مع مين؟ فالمتعلمين بقى خلي بالك، لان احنا كنا بناخد نسب الفلاحين الغير متعلمين الاعداد والثانوي بس،
وبعدين ناخد برضه فقالوا الحرب اللي بتوع المتعلمين قالوا لا احنا ما ينفعش السلام مع اسرائيل، لكن تعالوا شوفوا الفلاحين، عشان اهو بقى الحته اللي انا طالع اتكلم عشانها. الفلاحين قالوا الحكومه عايزه ايه؟ عايزه حرب ولا عايزه سلام؟ اذا كانت عايزه حرب فاحنا مع الحكومه، اذا كانت عايزه سلام احنا ايضا مع الحكومه. يعني احنا ليه؟ لان هم اتعودوا ان الحكومه بتنظم الري ونهر النيل بيجري وعملوا الطرق والمساوئ اللي انت قلت المسألة اللي عندها 30 سنه عملوا الطرق والكلام ده وتنظم كل حقوق الري، والفلاح نايم ساعه ما عاوز يسقي الارض بتاعه يقوم يفتح الحوال يسقي. فهو اتعود الحكومه تنظم وتعمل وهو ورا الحكومه. طيب احنا دلوقتي بقت في الحكومه عشان البلد في اضطراب على مستوى العالم، وانا بقى الحته دي بقى اضطراب على كل دول العالم، في مفيش استقرار. الحكومه بتاعتكم هتبقى هي الحزب بتاعها. هنا اللي انا جاي بقى اكد عليه، لو احنا استثمرتوا هذا الامر بان الحكومه علشان لما يجي رئيس الحزب او من يقوم بعمل اي في هذا الحزب ويدعو الفلاحين، عاوزين من الفلاحين رئيس جمهوريه، ابو المصحف لا يجي رئيس الجمهوريه والمصحف لا يجي رئيس الجمهوريه. عاوزين من الفلاحين لان هنخش انتخابات محافظ كذا وكذا، اللي هيتحكم في البتاع ده هيجي لنا المحافظ كذا لان بتمثل كام؟ خلي بالكم الفلاحين دلوقتي كانوا بيقولوا 55%، لكن مش اقل من 8 اللي في القاهره بيجري جري على البلد بتاعته ويقف مع بلده، ما بيقفش هنا. اوعوا تفكروا بيقف فين. عاوزين تعملوا كده يوم العيد الصغير او العيد الكبير ال7 ايام بتوع العيد هتلاقوا مصر فاضيه خالص. الناس الاصليه الكل الفلاحين راحوا، اللي راح لابوه اللي راح لجده اللي راح مش عارف ايه واللي راح كذا. فقوه الحزب اذا تم استثماره صح، خلي بالك بس محتاج جهود ومحتاج فكر وعقل، وكويس ان معانا المستشار ومعانا ناس على انا طبعا اول مره يعني بلتقي بيهم، فانا يعني بهنيكم لو قدرتوا تعملوا العمليه دي كويس انتوا هتكسبوا في خلال سنتين، لان انتوا شفتوا الانتخابات الاخرانيه، وبعدين الكل بيلعب بالكل والكل بيدور على انتوا دوروا الفلاحين بقى تدور على مصالح، لان بالفعل نرجع للمقوله الاصليه اللي كانت بتتكلم مصر بلد زراعي ولا ايوه بلد زراعي، ما قالها من لم يملك قوت العيش يجيب العيش، انت لازم تملكه الاول. ومصر لو احنا كان عندنا 6 مليون بقى عندنا 8 مليون، سرقوا منهم 2 مليون اللي هم الارض، ونقدر وعندنا احنا بنعمل على 5% من مساحه الارض. خلي بالنا يمكن التكنولوجيا والنانو تكنولوجيا اللي الدكتور خليل بيتكلم عليها، التكنولوجيا نقدر نستثمر اراضي كبيره جدا، لان نرجع. انا بس مش عارف المقوله بتاعتي هبقى صح، لكن بتوع التاريخ اللي يصلحوها لي في ايام يعني كانت مصر دي مشهوره بان هي مخزن تلال اوروبا، مش كده؟ تعرفوا مصر كانت كام مليون؟ بس اقول لكم على معلومه بقى، مصر ساعتها كانت كام؟ لا ساعه ما كان فيها مخازن خلال اوروبا كام؟ انتوا عارفين كام مليون؟ انتوا عارفين ايام المخازن ده كان 56 مليون. وارجعوا بقى للتاريخ، وانا بقول مقوله وارقام اهو، وارجعوا للتاريخ يعني، وكنا بناكل وبناكل كل دول العالم جنبنا، بس كان في ري مهندسين ري على اعلى مستوى. ده كان الفلاح اللي بتاع الزراعه الري اللي بيمشي ده ويبقى معاه دبلوم زراعه ولا معاه كذا، كان بيرعبنا، كان بيمشي على الترعه ومين ما يقدرش يصلح الارض ومين ما يقدرش يصلح الطريق ومين ما يقدرش يعمل المسألة بتاعته. خلي بالكم انتوا بس لازم انا خارج بتكلم تحت، صدقني اقول حزب مصر الفلاحين. الخضره دي ناسها في، خلي بالنا في خلط للالفاظ، عاوزين دايركت. ليه ما الهدف بتاعكم ما تصبوش على طول دايركت علشان تقدروا تكسبوا. عشان يا دكتور محمد عشان ما تعرضش مع قانون نصب الموجود لما تقول فلاحين الحزب فيها ممنوع الاحزاب فئويه. ما يا بيه في مصر فكر يا بيه اهو اديب اهو بيتكلم بطلاقه لسان رهيبه، لا في خروج ونقدر نهرب من اي حاجه، ولازم نبقى
هيبقى فيها مديون. انا ارى ان لابد انا ده رايي، ورايي قد يكون انتم رايكم انتم الافضل والافضل، وخاصه لما يكون معانا خبير في الامم المتحده ومستشار بهيئه هيجيب لكم حاجات انا بقولها لكم. انا بقول ان هيتم استفاده الحزب ده من الناس اللي بره، لان الدول عندها عاوزه ناس اقوياء، وعايزه اما تدعمهم ويبقوا قواي هم هيبقوا مبسوطين جدا، عشان الناس بتوعهم قواي. خلي بالكم، واحنا نبقى وطنيين على مستوى عالي جدا. انا شاكر للمنصه التي اتاحت لي هذه الكلمه، وشاكر لكم جميعا، وانا بشكر الحضور اللي تجشموا. وان كنت بقى لي راي على انا جيت الساعه، انا اقول للدكتور عادل قال لي تعالى الساعه 5 من 5 ل 7، قلت له خلاص انا بفضي نفسي من 5 ل 7. كنت انا هنا 5 الا ربع و5 الا تلت، ونزلت وطلعت ما لقيتش الا الدكتور خليل قاعد كده لوحده، وهو ما يعرفنيش بس انا عارفه. خدت بالكم؟ لان انا دربت مثلا عدد ضخم جدا من شباب الجامعات على مهارات القياده، على والله. وبعدين نبدا المؤتمر الساعه 6 وثلث، دي في حقكم، مش يعني احنا عاوزين نلتزم، ويبقى في نظام، ويبقى في معلش يا دكتور. هو انا اقسم بالله العلي العظيم لما اكون رايح اسجل حلقه في التلفزيون او اعمل حلقه ويقولوا لي الساعه 5 لازم 4:30 هناك، واروح اشرب قهوه في القهوه اللي جنبها كده عشان اخش، انا بلتزم، ولو اخروني احسبهم وماشي. بعدين ما فيش الكلام ده. فجيت المؤتمر بدا 6 الا ربع، انا عامل السلبيات بقى معلش بقى. والدكتور خليل انت قعدت تشرح في الاداب والكلام، الكلام ده عاوز ازاي نخطف لب العالم دي بحاجات جميله بكلمات قليله، علشان نلتزم من 5 ل 7، ويبقى عشان احترام الوقت. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. فاحنا عاوزين ان نبقى فلاحين عشان يقولوا دول علماء وليسوا فلاحين. لان لما تيجي تلاقيهم كده فيهم العلماء، وتلاقيهم فيهم بص على كل المستويات هتلاقي الفلاحين، بس لازم هم العالم كله اللي يقولوا دول هم الفلاحين، دول هم العلماء، دول هم المنظمين، دول هم القدوه، دول هم المثل، دول هم العادات والتقاليد الاصيله المصريه. شكرا لكم وشكرا للمنصه التي اتاحت لي هذه. نشكر دكتور محمد، ولكن هو يقول بالعتب ولا يقول بالنقد، لأننا في لقمة الحب ليس بيننا نقد. واللقاء اسمه لقاء تحضير، ففي اللقاء التحضيري الأول لا يمكن أن تظبط وسط ساعة، الناس جايين من 14 محافظة، وكنا نود أن نكتمل حتى لا نعيد ولا نكرر، لأن دلوقتي ساعتين اللي احنا مأجرين. احنا ما عندناش طرف المال اللي ينفق الجيوب اللي نروح هنا ولا هنا ولا هنا، احنا لمينا بين بعض ومن جيوب بعض علشان نلم ونتكاثر هذا الموضوع. فيا دكتور محمد، هو عتاب الأحبة وليس نقد للاجتماع ولا للمحاولة، فوالله كنا حريصين أن يكتمل العقد. حتى الأخ في الآخر جاي متأخر واستنيناه، كنا نريد أن يستمر. اللي هو دعا الدكتور محمد جه آخر الناس، وكنا مستنيين الدكتور عادل حتى يكتمل العقد ولا نعيد. فلقاؤكم لحمة حب، وفي لحمة الحب لا عتب ولا نقد. بحبكم. كل اللي عنده اي تساؤل، اي استفسار، حد عايز يتكلم، حد اتفضل. لا محمد هيقول كلمه. انا بس ليا تعقيب بسيط بس على البرنامج كده، ان يا ريت نفسي ينكتب كلمه الصيادين مع الفلاحين، انهم شريك معانا مع الفلاحين. الصيادين دول 23 مليون على فكره، ما يتهمشوش، مش احنا الفلاحين اللي هننسى حد. الله ينور عليك يا محمد. مش احنا اللي هننسى حد. برافو. لان في علشان كده يا حاج محمد لما قصدنا مصر الخضراء قصدنا ساحة الوطن. لو قلنا حزب مصر الفلاحين صعب بكل اسماء. لان في صياد قال لي على فكري تقوي الاقتصاد المصري داخل قناه السويس. المتر المربع في بحر في النيل فرع رشيد وفرع دمياط بياخد من 80 ل 120 سمكه. السمكه متوسطه في كيلو، يبقى بيجيب من 80 ل 120 كيلو. اضرب في 7 جنيه يجيب لك دخل قد ايه؟ فكره من صياد بسيط. وانا كفلاح يوم كنت سعيد بالصياد ده، فمن يوم ما اقدرش انساه.
فلازم ينضاف الصيادين وهندعيهم. وهندعيهم. ده اللي كنت اقصد اقوله بس. وشكرا للحضور. انا بشكر الحاج محمد لان دايما من كتر سفره بره فذهنه ما شاء الله منتقد وحلو، فكل ما يسافر اسبوع بره تبقى مخه بيلمع اكتر، لكن احنا كسانا الهم وقاعدين في مصر ومش هنسيبها، لكن نشكره انه بيسافر بيجينا بيه المصر افكار. الله يخليك. شكرا يا محمد. اتفضل. فاتني ان اذكر بكل الاحترام والتقدير الجهد الذي بذله وما زال يبذله الأخ الأستاذ سعيد الذي يمثل منطقة أو محافظة شمال سيناء ودمياط مزدوج الجنسية يعني، وهو هنا بيننا الآن وأعتقد أن لديه كلمة يود أن يقولها. السلام عليكم. أبو سيناء السعيد السيد محمد نصر، دمياطي، وأعتز بوجودي في أرض شمال سيناء اللي كلنا بنعشق ترابها لأنه ترابها متعطر بدم شهدائنا. وأنا يمكن تستغربوا إن أنا لابس الزي ده وأنا دمياطي، ولكن علشان أمثل شمال سيناء لأن همومها كبيرة جدا. كل الفلاحين في مصر يمكن حتى اللي بيملك قيراط أو قيراطين اسمه بيملك أرضه، إنما فلاح شمال سيناء لا يملك أرضه. ومن قبل الثورة بيوعدونا، وبعد الثورة كانت الوعود أحلى وأحلى وأحلى. يعني يمكن وزير الزراعة لما جالنا مع السيد وزير الري والسيد المحافظ ما كانش ناقص يقول لان اللي مش متجوز هنجوزه واللي متجوز هنجوزه تاني. سمعت انه مش هتنفذ. اخدت بال حضراتكم؟ وفي نفس الوقت ان احنا عندنا ترعه اتجففت بقرار من خبير في الري، خبير كبير جدا جدا يعني صحه فجاه كده لقى نفسه خبير زراعه وبيتكلم عن سد اثيوبيا، وهو اثناء انعقاد دول المنابع كان لابس الجلابيه وبيخوض انتخابات مجلس الشعب. ورقص بالعصايه. ذلك الوزير جه اللي هو مفروض ان اسمه وزير الموارد المائيه، انا كنت بسميه وزير الموارد الماليه. انت في وسط البلد. ليه؟ لانه كان عامل غرامه على كل فلاح، وغرامه لا قبل الفلاح بدفعها، الافات. ورفع الرخصه ب 50. جه عندنا في شمال سيناء بص لقى الترعه مليانه والناس زرعه زيتون وسينا هتنهض، فقام قايل ايه ده؟ بص المروسي وقال لهم الشجر ده لو علي مش هنعرف نطلع الناس دي من هنا. كأن سعادته مهمته التجفيف وليس الري. أقسم يمين على إن يرعى مصالح الوطن وبيجفف أشجار الوطن. وأشجار الوطن فين؟ في سيناء. أنا عايز أقول لكم يا إخوانا إن إسرائيل لا تخشى الجيوش طالما ملكت العروش. إسرائيل تخشى فأسا في يد فلاح. علشان كده أستحلفكم بالله جميعا أن ترقى وتصعد كلمة الفلاح في مصر وخاصة في شمال سيناء. أنا طبعا مش بقول إن أقلل من دور الفلاح في كل مصر، ولكن أنا عايز أقول إن الفلاح في كل مصر لو سألت ابنه أنت بتشتغل إيه؟ يقول لك والله أنا سواق، أنا نجار، أنا مدرس. يتنحى عن كلمة فلاح. لكن بقول لكم الفلاحين في شمال سيناء مهندسين ودكاترة ومدرسين وكلهم كوادر بشرية رائعة جدا، والله العظيم بنشيل السباخ على راسنا وبنطلع به جبل وبنفحت الأرض. أنا بسلم العامل عندي بسلمه الكوريك وبفحر بإيديا وأزرع شجرة. فأنا بستوصيكم خير لأهل شمال سيناء وأهل سيناء جميعا، وأرجو إن من هذا المكان صوته يعلى ويوصل للرئيس اللي احنا كنا حاطين كلنا فيه امل كبير جدا ولا زلنا، لانه وعد بانه اول ما لو تولى المسؤوليه هيفتح الترعه علشان الاراضي دي تنتعش وتزرع من تاني.
أرجو ألا يعوق الفلاح في أي مكان في مصر يمد مستلزمات الإنتاج، لأن الفلاح هو عمود الخيمة، الفلاح هو الوتد اللي بيركز الأرض. وعايز بعد إن شاء الله إعلان الحزب إن كل واحد يتعلق بالفلاحة يقول أنا فلاح ابن فلاح ويتشرف بذلك. آسف للإطالة عليكم وشكرا جزيلا لكم، وأتمنى إن شاء الله الصعود والنمو لحزب مصر الخضراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد اللواء صفوت عطوة كان له فضل سابق في استضافتنا وتدعيم فكرة إنشاء الحزب ومواصلة مسيرته، لكني أحاول أن أجده فلم أستطع، فما زال موجودا أن غادر المكان. اللواء صفوت عطوة، سيادة اللواء صفوت عطوة. موجود؟ إذا غادر المكان. هل لدى أي منكم تعليق أو تعالى حاجة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير لكم جميعا على هذه المبادرة العظيمة في الحضور إلى القاهرة رغم صعوبة الجو والمناخ، وفي محاولة جادة لتشكيل حزب هو تأخر كثيرا في أن يكون أول الأحزاب. وهو حقيقة أن يكون للفلاحين حزب هذا أمر طبيعي، لأن أولى مبادئ الديمقراطية تتمثل في الانحياز الطبقي. والانحياز الطبقي بمعنى نحن طبقة، هذه الطبقة لابد أن يكون لها ممثلين يدافعوا عنها. بمعنى أن لو أنا عندي في فلاح ترشح في أسوان وأنا في مرسى مطروح، فلا بد وأن أساند هذا الفلاح لكي يدافع عن مصالحه. والقارئ الخريطة في مصر، الخريطة السكانية أولا، يقول أن الفلاحين بشكل أو بآخر أيا كان، قلنا 55 مليون أو 60 مليون أو أقل من هذا، فهم أكثرية على وجه الإطلاق. وإذا تحدثنا من الناحية الجغرافية أيضا هنجد أن الفلاح يعمل في 90% من على الأرض في مصر أيضا، يعني إذا يملك الاثنين. يتبقى بعد ذلك، ونحن الآن في مرحلة هي فعلا خطيرة جدا، أيضا القارئ للأحداث في مصر يجد أن الفلاح هو المستغل في كل شيء. يعني هو اللي بيصل برئيس الجمهورية وبيصل لعضو البرلمان وبيستغل في كل شيء. وفي غالب الأحيان وبعد هذه التعديلات الأخيرة نجد أن الذين يمثلون الفلاحين في مجلس الشعب اللي هو بيقول ان هم 50% لا يتعدوا مثلا 2 أو 3 أو 4%، وشخصيات ايضا ليست على هذا المستوى. ايضا نجد ان الفلاح رغم انه هو المستغل في كل شيء، ايضا نجد انه في الانتخابات هو الاكثر تصويتا وهو الاكثر اهتماما بالانتخابات، وللاسف الشديد هو ايضا يجري وراء كل من لا يمثله، يسعى دائما لاختيار من لا يمثله. وعلى هذا الأساس ففكرة إقامة حزب هذا شيء عظيم، ولكن المحاذير هو ده اللي كنت عايز أقوله، وكنت أتمنى أن يكون محور اللقاء الأول، وقد يكون له طابع خاص، أن يكون كيفية، وأنا عجبني كلمة أستاذ تدريب مع التدريب القادم، إن كيفية استغلال هذه القوة. من الذي يستطيع أن يستغل هذه القوة اللي موجودة على الأرض، اللي هي المفروض أنها تختار من يدافع عن مصالحها. كنت أتمنى أن يكون اليوم بعيدا عن كل ما قيل، وهو شيء عظيم جدا جدا يعني، ولكن كيفية العمل في هذا الحزب. ليه؟ لأن احنا من التجربة
احنا بنقول الاحزاب اللي في مصر كلها احزاب ورقيه. احزاب ورقيه يعني ايه؟ يعني حزب وبرنامج خلاص، ويطلع رئيس الحزب يقول كلمتين في التلفزيون وهو ده الحزب. ويقال النهارده في مصر 60 حزب. النهارده حتى من هم قبل 60 حزب ايضا كانت كلها احزاب ورقيه. كان تجربتين كانوا امام عيني في العمل الحزبي. هي تجربه الاخوان المسلمين ده نمره واحد، وكان الحزب الوطني. صحيح كانت تجربه الحزب الوطني هي قائمه على مفهوم السلطه في المقام الاول، ولكن كانت في شكلها على الورق كانت تعتبر تجربه مثاليه جدا. وهو ده اللي انا اتمنى ان احنا النهارده ده يكون الاساس. اولا لابد ان يكون ان في كل القرى وفي كل الاحياء لابد ان يكون هناك وحدات حزبيه. لابد ان يكون هذا. انا لا اكتفي بحزب حتى ليه امانه عامه مثلا قاعده في القاهره، او حتى له ايضا في احسن الحالات مقرات في المحافظات. لا، هو ده لن يجدي. سيكون حزبنا اضافه لكل الاحزاب التي سبقتها، على الرغم من ان لدينا من مميزات حتى لو استطعنا، ليس بالضروره ان نحصل على 100% فيها. انا مش بالضروره عندي ان انا عايز كل فلاح لابد ان يكون عندي. لو انا قدرت ان اقنع 80% او 70% من الفلاحين انهم يكونوا ايد واحده، بالتاكيد هيقلبوا الخريطه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في مصر. ده كيف يكون؟ لابد وان يكون هناك وحدات حزبيه قائمه، امانه حزبيه في القريه وفي الحي، وتتدرج في عاصمه المركز، ثم عاصمه المحافظه، ثم التشكيل الامانه العامه تكون مثلا مقرها في القاهره. هو ده اللي انا كنت اتمنى ان احنا نتكلم فيه النهارده، وهو اللي اتمنى ان احنا ازاي نقدر ان احنا نعمله، وازاي ندبر له تكاليفه هذا الامر عشان نبقى احنا في الصوره. انا مش بنحاول نسبق الاحداث، بس لابد ان تكون اشياء امام الذهن، امام حضراتكم، ان هذه الاشياء برضه ايضا مكلفه. كيف نستطيع ان ندبر هذه الاشياء؟ يعني انا في تقديري ان فعلا فكره حزب ايضا برضه كان بالنسبه لاسم الحزب هو اسم هادي، وزي ما قال الدكتور محمد برضه ان هو كان فعلا في حاجه الى اسم يكون فعلا بيقول للفلاح انا الحزب بتاعك، انا اللي جاي لك عشان خاطر نعمل لك حزب. وارجو لو استطعنا ان احنا نجد عنوان اخر يكون اقوى في ان هو يقول للفلاح هو ده حزبك، لان ممكن اي حد كان ممكن يقول مصر خضراء، وبتلقى له خضراء، تاني في حاجه اسمها الخضراء في مصر، في حاجه اسمها حزب الخضراء يعني حاجه يعني كده يعني. ما هو برضه كان ممكن يقول ده انا بتاع الفلاحين. لكن احنا يعني لو استطعنا ان نبحث. وبعدين النهارده التسميه الفئويه ما بقاش متخاف. طب ما هو حزب العداله والحريه، طب ما هو حزب الاخوان المسلمين، طب ما هو حزب الاخوان المسلمين اكبر حزب موجود، طب ما هو حزب، طب ما هو ده حزب، ما يتقال له هذا الكلام انك انت حزب الاخوان العداله والحريه. فهو يعني انا تقديري ان احنا نبحث في حاجتين من الان. نمره واحد في تسميه الحزب، نمره اثنين في كيفيه التشكيل الحقيقي للحزب، على ان يكون كلام واضح اهو، على ان يكون هناك امانات. على فكره احنا برضو كفلاحين احنا بنملك اقوى تنظيم موجود في مصر، وهو التنظيم التعاوني. لو الناس دي بتشتغل صح، لو الجمعيات اعتبر انها فعلا هي ديت، يعني هو ده اكبر حزب في مصر. يعني التشكيل التعاوني. الجمعيات الزراعيه، ما انت تنسى الجمعيات الزراعيه المشتركات المركزيه يعني نفس المنظومه اللي هي بتاعت الوطن. وعندك البلاش يعني لو ان استطعنا ان احنا نستغل كل هذه الاشياء، الاستغلال الصح والاستغلال المظبوط، فهو انا ارجو الساده اللي هم اللي بيعتبروا قيادتنا في هذا الامر ان هم يبحثوا لنا في الحاجتين الاثنين دول. واعتقد ان احنا لو استطعنا ان احنا نصل الى تشكيلات سليمه وتشكيلات مظبوطه، وبرضه احنا ما نستعجلش الاحداث، يعني لان السياسه ما بتجيش يوم بليل. لانك انت لما بتكون دايما بتتحدث حتى في مفاوضات متعثره، لو انت قدرت ان انت تنجز فيها 20% فده بيبقى شيء كويس جدا. السنه دي 20% اللي بعده 40 وهكذا. احنا ما نستعجلش ونعتبر حتى واحنا بنعمل هذا الحزب
بس يتعمل على اسس سليمه وعلى افكار سليمه وبامكانيات سليمه ان يبقى للاجيال، وده ما فيهاش حاجه. اصل معنى ان حزب من هذا النوع ينجح يعني معناها ان مصر كلها بتنجح. يعني انت النهارده بتاخد مصر الى خطوه نجاح كبيره جدا جدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي احنا هنسمع بيت شعر من استاذ زكريا احمد ابراهيم، صحفي في جريده صوت العروض. الحقيقه ان في عظماء في مصر لن يموتوا، وبهم مصر لن تموت. وانا حاسس باذن الله ان هذا الحزب في يوم ما سيكون له شأنا كبيرا. فأنا عندي بعض من الأشعار أقدمها لكم ولمصر. فينك يا مصر؟ فينك يا مصر؟ فينك يا أمي؟ ده أنا والله أضيع، ده أنا والله أموت لو ضعت مني. شايفك حزينة يا مصريون بتبكيني. مين ولادك بيبيعوكي هياخدوا إيه؟ ما تخافيش، في الرجال عالدقن ضال صح من لون. القبضة منهم من حديد هيحكموهم على أرضهم. لو ياخدوا عمري عشان تموتيش يا مصر أموت. بصرخ وأنا شانك انت بأعلى صوت. اوعوا تبيعوها اوعوا تبيعوها، اوعوا تبيعوها اوعوا تبيعوها. ملك وأرضي دول في دمي من زمان. يا مصر يا كل الأمان، يا بحر زايد بالحنان. أنا مش هنام سهران لراحتك ما تزعليش. لو رحت مني أضيع أنا غيرك ماليش. يا ما زمان عظماء كتير علشانك انت تعذبوا. أبطال شباب علشان ترابك يا مصر يا مستشهدوا. ما تضعفيش لحسن هموت، بصرخ وانادي بأعلى صوت. اوعوا تبيعوها اوعوا تبيعوها، اوعوا تبيعوها اوعوا تبيعوها، اوعوا تبيعوها اوعوا تبيعوها. زعلانة ليه؟ علشان شوية مخربين نهبوا سرقوا المصريين. بتبكي ليه؟ بتقولي دول مش مخلصين، علشان عليا مش خايفين. ما تزعليش ولا تبكي، دمك يا مصري غالي علينا ولا حتى يوم تشكي. ده انت الاماني وكل مالينا غالي علينا يا بلدنا واغلى من كل ولادنا. ما تزعليش وحياة ترابك الغالي، نيلك وبرجك العالي. هاخد بطارق من الظالمين لو حتى كانوا طريقهم فين. واللي نهبوا سرقوكي واللي حاولوا يهموكي هيعيشوا بينا حياة في عذاب لو دقوا على كل الأبواب. يا مصر يا أم الدنيا هتفرحي ثانية بثانية والكل يفرح حواليكي. نغني ونبوس أراضيكي، إحنا بيكي كبار وكبار مهما طال بينا الأعمار. نقول ده إحنا المصريين يحميكي لنا رب العالمين، يحميكي لنا رب العالمين. الهدف من القعده بتاعتنا اليوم وحضراتكم بتمثلوا الوكلاء المؤسسين لهذا الحزب في كل في محافظه مكانه. مطلوب من حضراتكم ان نبدا من الان في جمع التوكيلات لتاسيس الحزب. التوكيل صيغته معروفه في الشرع العقاري، صيغه توكيل لتاسيس حزب زي ما قال الحاج محمد، لان احنا ناس كلنا يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده على باب الله. احنا عايزين التوكيل يكون فيه 6 عشان لو هو بيتكلف 30 جنيه يبقى كل واحد من اللي هيعمل التوكيل يتكلف 5 جنيه، يبقى بنقلل التكلفه. اللي قالوا الباشمهندس عبد الحميد بالنسبه لتشكيلات الحزب، ده لابد ان يكون تشكيلات
مش بس زي الجمعيات التعاونية، لا أقوى من الجمعيات التعاونية، لأن الجمعية التعاونية وإن كان بناء متسلسل. بالنسبة للجمعيات التعاونية مش هنقدر نعمل فيها الحاجات دي. يا سيدي الفاضل أنا ما ماليش دعوة بالجمعيات، أنا ما بتكلمش عن الجمعيات. كلنا فلاحين يا ريس، كلنا عندنا دواوين في البلاد بتاعتنا. احنا دلوقتي هنتكلم يا جماعه، بس ادوني فرصه. انا ما بتكلمش عن الجمعيات، انا بقول ان تشكيل الحزب مختلف عن تشكيل الجمعيات. الجمعيات ليس لها الا الفلاح اللي ليه الحيازه. احنا الحزب بيضم فلاح وبيضم عامل وبيضم مهندس وبيضم استاذ جامعه وبيضم صياد عشان الحاج محمد ما يزعلش، وبيضم كل الفئات وبيضم مرأة وبيضم شباب، يبقى وبيضم طلبة جامعة. يبقى انما احنا لابد ان يكون الحزب مبني من تسلسله من الوحدة المحلية وحتى يصل الى الهيئة العليا للحزب في تشكيل منتظم. كل محافظة هتكون مسؤولة عن هذا البنيان لغاية مستوى المحافظة، ثم بعد كده يبقى مستوى المحافظات يتعمل مؤتمر عام ويتم فيه انتخاب قيادات الحزب. المطلوب من حضراتكم دلوقتي علشان بس نبقى عمليين في الكلام، مطلوب علشان تأسيس الحزب وقبول تأسيسه مطلوب أن يكون له مقرا. احنا دلوقتي بنبحث عن مقر في القاهرة على أساس إنه يكون مقر احنا بناخده بالجهود الذاتية حاليا إلى أن يكتمل بنيان الحزب. وبرضه مش يعني كل ما كان العدد اللي فيه كبير احنا عايزين نقلل قيمة الاشتراك السنوي، وده موضوع هنتكلم فيه مع حضراتكم فيما بعد. ايوه دور الحزب يعني التعاونيات. احنا لسنا ضد يا سيدي الفاضل، احنا لسنا ضد الحاج محمد عارف الكلام اللي احنا بنقوله. احنا لسنا ضد التعاونيات. صح، لازم يكون تلبيتنا في التعاونيات هي اللي هتشجع الفلاح. احنا ما قلناش حاجه يا جماعه، يعني كل واحد بس عنده جمعيه. انا عندي 1000 احنا رؤساء يا عم الحاج محمد جمعيات زراعيه بنطالب التعاونيات بالاسم زي ما في. يبقى اللي يكون فلاح يدي الفلاح ايه؟ كل واحد يوجد حيازات برضه يا جماعه يورو تحت رجلي للحزب عشان ما نخرجش عن الاطار. وبيورو تحت رجلي للحزب يا عم الحاج عشان ما نخرجش بس من الاطار. اذا كنت انا رئيس جمعيه مركزيه او جمعيه مشتركه او رئيس جمعيه محليه وانا في ذات الوقت احد وكلاء المؤسسين في هذا الحزب وهضم جميع الناس اللي موجودين عندي في الجمعيه، اهلا وسهلا، ما هو ده المطلوب. خلاص هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. يبقى مطلوب دلوقتي. طب والنبي لو قعدت والله لو صبرت عليا هتسمع اللي انت بتقوله، لو صبرت عليا هتسمع اللي انت عايز تقوله هتسمعه. يبقى احنا عايزين من حضراتكم حاجتين. البدايه في جمع التوكيلات اللي موجود من المحافظه، عايزين يعمل اتصالات على مستوى المراكز والقرى علشان يوجد معاه وكلاء للمؤسسين على مستوى المراكز والقرى لتسهيل عمليه جمع التوكيلات. بعد كده يا جماعه احنا بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده يجي لنا دعوات من حضراتكم كل في قريته، يعني حتى على مستوى القرية على مستوى المركز. وزي ما قال الأخ سيد كل الناس احنا هنستخدم زي ما بنقول في الفلاحين كده المناظر المناسبات اللي موجودة، وهنقعد مع اخواننا نشرح لهم الحزب ونتفاعل معاهم على مستوى كل قرية، وهنقول لهم الحزب ده احنا بنعمله عشان هيقدم لكم ايه وعشان
انتوا لما تقفوا معاه هيحصل ايه، وهنوصل معاهم للكلام اللي قاله الاستاذ الدكتور محمد سمير، انه انت شايف ان الحكومه هي اللي بتنظم لك عملك، واحنا معاك عايزين نشوف ان الحكومه ديت يبقى بتاعتك انت، وانه المجلس الشعبي ده يبقى بتاعك انت، ويبقى بيدافع عنك انت، ويبقى ما فيش حد بيمن عليك انه بيدي لك نسبه ويرجع يقول لك هو يعني الفلاح ده محامي، هو يعني الفلاح ده هينفع يناقش قانون، هو يعني ما هي دي الحجه اللي النهارده بيتكلموا فيها عشان يبطلوا نسبه العمال والفلاحين. فاحنا هنوصل، مش ده المؤتمر، ده مؤتمر اول تحضيري لحضراتكم. برضو دعوة مفتوحة بلا تحديد وبلا أي شيء لكل من لديه القدرة على أن يساهم بأي مبلغ مالي لدعم تأسيس الحزب. احنا معاكم. ما فيش صيغه على فكره للتوكيل، هي الشهر العقاري فيه صيغه توكيل. هيبقى باسم مين؟ التوكيل باسم حضراتكم، يعني واحد من حضراتكم، يعني الحاج محمد مثلا في مكان العمده شريف عبد الصمد في بني سويف، هياخد بقى معاه ناس في مراكز ثانيه، يبقى كل واحد في مركز. الشيخ سعيد في شمال سيناء وهكذا، يبقى هيعمل التوكيل ليه. وبعدين لما هنبقى محصورين بقى في الاخر في يا جماعه هنقول اهو هنبلغ حضراتكم باسم واحد يا دكتور، عايزين باسم واحد بس، لان هو اللي يقدر يتحرك لكل الناس، لان كل واحد معاه التوكيلات دي ممكن في لحظه ما يعرفش يجيلنا، هتبقى مشكله كبيره. لا، باسم واحد محامي او 2 محامين او 3 محامين ويتعمل الاسم ده، كل مصر تكتب على اسمه. انا هقول اهو طلب الانضمام للحزب وأن يكون أحد مؤسسيه، وطلب تقديم كل الخدمات للأستاذ الدكتور أحمد الجنزوري، صاحب هو أستاذ قانون في جامعة القاهرة، عاوزين الاسم ب3 أسماء بس، وهو ليه مكتب محاماة في القاهرة. وانا بس هنستأذنه ان احنا هناخد المكتب بتاعه يبقى هو المكتب المحل المختار بالوكلاء، وهنبلغ حضراتكم بالمكتب وباسماء المحامين اللي فيه، وعلشان يبقى اسم اي حد والمكتب المحاماه كذا وكذا. فاحنا نعم، يعني التوكيل هيبقى باسم مين؟ حتى لو باسم حضرتك، يعني حتى لو انت حجبت 1000 توكيل باسم حضرتك هيبقى معاهم اسم المحامي او مكتب المحامي، يبقى هو مكتب المحامي في الاخر اللي هيروح يقدم التوكيلات. احمد الجنزوري اسم الاستاذ الدكتور احمد الجنزوري يتوزع على الناس وزع. نعم، احنا هنعمل نموذج. هرد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه، الصيغه موجوده في الشهر العقاري وما بتتغيرش، مفيش حد بيكتبها، بس احنا بنقول على اساس نخفف عن نفسنا المصاريف، نخلينا كل 5 بتوكيل او 6 بتوكيل. 6 بتوكيل. المطلوب الدكتور احمد الجنزوري. دلوقتي انا عندي في المنوفيه الحاج محمد، يبقى اتعمل اسم التوكيل اسم احمد الدكتور احمد الجنزوري والحاج محمد، ماشي، على اساس هيتولى الجمع وكذا وكذا وكذا. لكن في الاساس الوكيل الاساسي هيكون الدكتور احمد الجنزوري. لو طلب هو حاجه ثانيه ان ينضاف معاه محامين عنده في المكتب، هنبلغهم المحامين عنده في المكتب. الراجل تبرع مشكورا هو مكتبه بالمجان ومدى الحياه، العمل القانوني للحزب مدى الحياه. وحتى مكتبه قال انتوا عاوزين تاخدوها تحت امركم فيه. فدلوقتي عشان نختصر الوقت، لان كلكم وراكم سفر. معايا ابن خالي، معايا بس الله يرضى عليك، خلينا في حكايتنا.
فارجوكم عشان الوقت اسف ووراكم صبر. الدكتور احمد الجنزوري ومعاه من تامنوه من محافظته، الاخ محمد في النوبيه، الاخ في شمال سيناء، الاخ في الغربيه كذا، بس الشرط الاساسي الاسم الاول مين؟ الدكتور احمد الجنزوري ومكتبه بالقاهره، عشان يسالك مكتبه فين؟ بالقاهره. رقم ثلاثي مش يا دكتور خليل عاوزين اسم ثلاثي للتليفون عشان مش هكتب في الشهر العقاري مش هرضى تكتب. ماشي. محمد رقم القومي بتاعه لازم رقم لا مش شرط. مش شرط. الشرط اسمه ثلاث من ثلاثة بس. يا دكتور خليل اسم ثلاثي. يا دكتور خليل هيجيبوا على البلكونه دلوقتي. انا غرضي من حاجه واحده، تمشوا لعمل مش تمشوا نبلغكم. الدكتور ايه الاسم الثلاثي ايه؟ حاجه محافظ. اتفضل. احنا عايزين ورقه كل مندوب في المنطقه يتعرف الاسامي عشان يعمل بقى صح. ازاي مش فاهم؟ يعني دلوقتي مثلا سعاده المستشار بس والباشمهندس احمد الجنزوري او الاستاذ احمد الجنزوري بتوع على حضرتك. الاسامي دي هتتكتب في ورقه وحد عارف. ما عندناش مانع. اسم احمد الجنزوري واسمك انت في التوكيل بس. هنعمل توكيل عام في ايه؟ هعمل له توكيل شهر عقاري. انا هعمل له توكيل عام شهر عقاري. تأسيس حزب مصر الخضراء. ايوه. الصيغه موجوده ثابته عندهم. موجوده في لان عاملين 56 حزب. الشهر العقاري. صيغه ثابته وموجوده. احمد الجنزوري الممثل القانوني للحزب. فده نسبه رقم واحد. يعني انتوا الست هتوكلوا احمد الجنزوري في ايه؟ في تأسيس حزب مصر الخضراء. بس الصيغه فين؟ في الشهر العقاري على الكمبيوتر. بتتغطى وتتغطى على الشهر العقاري. حد اقصى 6 وما تجيلوش عن 5 عشان المصاريف تبقى قليله. يبقى عندنا 100 توكيل من كل محافظه ب 5 ب 500. فده اللي احنا بنقوله يعني. ودلوقتي هننتظر ثانيه واحده هيجيب الاسم الثلاثي للدكتور عشان تحطه مع اسمك. عاوز تحطه مندوب لكل محافظه يبقى على الرحب والسعه، يتولى واحد بجمع كل المحافظه بيضيفوا اسمه مع مين؟ مع اسم الدكتور احمد الجنزوري. ودي مستحبه لسبب واحد، على اساس برضه يعني تبقى الحركه متوريه وتبقى الحركه بتوكيل، يعني تبقى برضه لها معنى موجود. على اساس احنا كلنا واحد بجانب واحد. اختاروا اسم كل محافظه يضاف الى اسم الدكتور مين؟ احمد الجنزوري. في ايه؟ تحت تاسيس حزب مصر الخضراء. ماشي؟ اذا كان حزب مصر. ايوه حزب مصر الخضراء. توكيل عام بتاسيس حزب مصر الخضراء. جبت الاسم الثالث يا دكتور خليل؟ ننتظر دقيقة بس هجيب الاسم الثاني. محمد نبيل الجنزوري. أحمد محمد نبيل الجنزوري. مقر القاهرة. ما بيطلبش لا ليه لا رقم ولا حاجة. عينيا يا استاذ. أحمد محمد نبيل الجنزوري. اختم يا باشا. وبرضه حضراتكم زدنا شرف والله. وبرضه حضراتكم تاخدوا مجموعه، كل واحد ياخد مجموعه معاه من الموضوعيه بتاعت الحزب عشان برضه يعرف الناس معاه. شاكرين لحضراتكم وان شاء الله نتقابل في محاضرات اخرى باذن الله.